السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ما يعني يصار في مباراة الأهلي والهلال السوداني. بس احنا هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة في شقين: شق كروي وشق إداري. يعني هنتكلم عن الشقين كده بالراحة. قبل ما نتكلم عن الشق الكروي، كان كابتن عادل القيعي طلع قبل الماتش في برنامج ملك وكتابة، كان بيتكلم عن رحلة الأهلي من المغرب، ينزل على القاهرة، يطلع يروح على الخرطوم، من الخرطوم يطلع يروح على أسوان. فكان الراجل بيقول إن يعني دي يعني رحلة شاقة ورحلة تاريخية، والأهلي متعود وهيبقى فيها مجهود شاق، بس يعني اعتاد الأهلي على الحاجات دي، واعتاد الاهلي على الخوازيق والخوابير بتاعه اتحاد الكوره، واللي زي ما انتم عارفين يعني بيحاولوا ان هم يعرقلوا الاهلي بكل طريقه. طبعا احنا يعني هنتكلم عن الشق ده بالتفصيل بعد شويه. خلينا نتكلم الاول عن الشق الكروي. طبعا احنا في اول الكلام لما اتكلمنا بعد الماتش، قلنا ان يعني اللعيبه تلات ارباعها ما كانتش في حالتها. قلنا على موضوع الشناوي ان هو للاسف المكان اللي هو كان واقف فيه في الشوط الثاني، او الجنب اللي هو الاهلي اخده في الشوط الثاني، كان كله شمس، وكانت فرقة السودان عارفة بالكلام ده، وكانت متأكدة وهي بتلعب الكرة دي هتخش جون، لأن الراجل الكرة في عينه. أي حد بيبص لضوء الشمس لمدة ثانية كده زي ما قال كابتن علاء صادق ما بيستحملش، ما بالك ده واقف في الشمس والكرة بتتشاط عليه، هو مش شايف أساسا. والراجل طلع مع كابتن طارق سليمان وقال لك أنا كأني تعميد مش شايف. فيعني أنا شايف إن محمد الشناوي يعني الماتش يعني ما يتحملوش كله، لاني برضو شال بيلن. يعني كان زمانك بقيت 2-0، وكان في كوره في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول كان زمانك بقيت 3-0. كل ده ليه؟ كل ده بسبب ان الكوره بتاعت حسين الشحات هو ضيعها باستهتار وبكل يعني معرفش اقول ايه. يعني احنا لازم نقول، ولازم نتكلم ان الراجل جاي على نادي كبير. وحضرتك حتى لو انت شغال مثلا مدير في اي حتة، وفي ناس مثلا كتيرة معاك قديمة، فانت اكيد معتمد على يعني قدرات الناس دي، معتمد على واثق في الناس دي ثقة كبيرة جدا ان هم هينجزوا الشغل اللي انت بتطلبه منهم. فنفس الكلام برضو كولر معتمد على من اول ما جه معتمد على لعيبه معينه، معتمد على ناس شافها واتفرج عليها، وناس جربها، فواثق في اللعيبه اللي في الارض ان هم هيحاولوا ان هم يعملوا اقصى ما عندهم. فالراجل قلنا من الاول ان هو اشتغل هجومي في الشوط الاول، نازل بخمسه لعيبه هجوم: احمد عبد القادر، نقول بالترتيب بيرسي تاو يمين وشمال، حسين الشحات واحمد عبد القادر. معاهم كمان كان حمدي فتحي كان بيكمل معاهم، في حوالي أربع أو خمس لعيبة بيلعبوا، ومعاهم طاهر محمد طاهر كمان بيظهر معاهم. ده خمس لعيبة هجوم. يعني عندنا طاهر و وحسين الشحات، ومعاه أحمد عبد القادر وبيرسي تاو، وبيجي يساعدهم من ورا شوية حمدي فتحي. فانت عندك الجزء الهجومي ده، عندك كان في مشكله ان هو مش عارف يوصل الكوره لبيرسي تاو، دي اول حاجه. حسين الشحات ما رفعش حاجه. طبعا احمد عبد القادر بيكتفي بان هو يرقص، وبيكتفي ان هو يعمل الحركات بتاعته دي، وما بيوصلش اي حاجه. طاهر محمد طاهر كان بعيد، هو وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم كانوا ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيتخانقوا في كل كوره، وعايزين يمسكوا في اللعيبه. كل ده احنا عارفين ان يعني احنا رايحين في اجواء استفزازيه، وطالعين سنه 2018 ايام فايلر كسبنا، وطالعين بالجيش من جوه ملعب السودان. عارفين ان احنا رايحين في اجواء استفزازيه يا جماعه، احنا مش رايحين في اجواء يعني ميريلاند، ولا رايحين نلعب في الملاهي. لا، احنا رايحين عارفين من الاول ان احنا رايحين في اجواء ارهابيه.
حضرتك لازم تقولوا كده. احنا طالعين قبل كده بالجيش من الملعب، وهنتكلم برضو في الشق الاداري ده بعد شويه. احنا طالعين بالجيش قبل كده من الملعب ده، لما لعبنا مع فايلر برضو الهرقه ومريخ، انا مش فاكر، طالعين بالجيش وكسبنا وطلعنا بالجيش، الجيش اللي طلعنا من الملعب. غير كده كنا ممكن اللعيبه تموت، وكان ممكن الدنيا كانت تحصل كارثه. فاحنا عارفين ان احنا رايحين في اجواء استفزازيه، وكان لازم ان الماتش ده يخلص بلعبه حسين الشحات. طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل، ما قدرش ان احنا نكسب، وللاسف الشديد الكره ما جاتش. الحاجه التانيه، كولر يعني لسه مدرب اوروبي طبعا، لسه ما خدش على الاجواء الافريقيه، لسه ما شافش افريقيا عامله ازاي، لسه ما شافش الدنيا عامله ازاي. فوجئ بالاحداث، وفوجئ بان في جماهير، وفوجئ بالضرب، وفوجئ بحاجات كتير قوي. بس كان لازم برضو ان في المساعدين بتوعه زي سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ، الاجواء دي مش قديمه، مش جديده عليهم. كان لازم برضو يعرفوه، كان لازم يعرفوا ان هم هيتعرضوا لضغط، هيتعرضوا لضرب، هيتعرضوا لحاجات زي كده، مش اول مره ولا اخر مره. ده بالنسبه للشق الكروي. الحاجه برضو الاخيره، كان المفروض ان هو برضو احنا اتكلمنا ان الراجل كان ضاغط في الشوط الاولاني، والخمس ست لعيبه دول اللي عملوا مجهود طبعا دول تعبوا. كان ممكن في بين الشوطين يريح جزء منهم، يريح احمد عبد القادر، يريح حسين الشحات. يعني هو برضو اتاخر في الجزء ده شويه، لان كانت اللعيبه خلاص من الاجواء ومن الحر، اللعيبه يعني الطاقه بتاعتها استنفذت. هنتكلم بقى عن الشق الاداري. يعني للاسف الشديد في اتنين بيانين طلعوا متضاربين. اول بيان طلع من الاهلي، قال ان احنا مش هنشتكي، وان في علاقات تاريخيه بيننا وبين الهلال وي 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 والسودان والكلام ده كله. وفوجئنا النهارده طالع بيان بيشتكي، بيقول حصل كذا وكذا وكذا، وبيشتكي للاتحاد الافريقي. طيب بغض النظر عن تضارب البيانات، يعني احنا بقالنا اكتر من حوالي 10 سنين كل ما نلعب في السودان تحصل المهازل دي وتحصل الكوارث دي. طب احنا من الاول الاهلي والاداره بتاعت النادي الاهلي، انا بتكلم اداريا دلوقتي، اداره النادي الاهلي بتوافق ليه على اللعب في السودان؟ يعني انا دلوقتي عارف ان الاجواء كارثيه، العب ليه؟ ما انا بقالي 10 سنين من ايام الثوره وايام مجزره بورسعيد ما بلعبش في الاسماعيليه، وما بلعبش في السويس، سوري ما بلعبش في الاسماعيليه عند النادي المصري وعند النادي الاسماعيلي، ما بلعبش في الاراضي دي بقالي 10 سنين. ايه المشكله لما اطلب من الاتحاد الافريقي لا انا مش هلعب في السودان؟ ما الزمالك لعب في بني غازي مع المريخ السوداني، ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان انا كاداره نادي اهلي اقول لا والله انا الاراضي بتاعت السودان دي انا مش هخطيها تاني، عاجبكم مش عاجبكم خلاص اخبطوا راسكم في الحته ان انا مش هلعب وبعدين الاهلي ليه صوت جوه الاتحاد الافريقي. يعني ايه الاهلي ما يعرفش ان هو يقول ان انا مش هلعب في الارض السودانيه تاني؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ ما المختل بيطلع وبيقول الكلام اللي اتأدب وبيشتم وانا مش هلعب بالحكم ده تاني، ومش لاعب في الاستاد ده تاني، وبيتعمل له اللي هو عايزه؟ ولا هو يعني خلاص ناس؟ فيعني لازم الإدارة بتاعت النادي الأهلي كانت تتحرك من بدري، وكانت تطلع وتقول ما فيش، أنا آسف أنا مش هلعب في السودان، لأن أنا تعرضت زي بقى ما طلع في البيان، مش عارف فرقة إيه تعرضت لإيه في السودان، وفرقة الأهلي تعرضت في الجيش، ومش عارف مين اتضرب من الأهلي، ومش عارف. قعدوا حكوا كل القصص من سنة 2000 مش عارف و18 ولا من سنة 2000 وكام لحد وقتنا هذا. طب وعلى إيه؟ ما دام انا عارف ما دام انا عندي السجل ده كله، طب ما انا رايح نفسي من الاول اقول مش هلعب، رايح نفسي واقول من الاول مش هلعب. ده انا لو انسحبت هتبقى يعني ايه المشكله؟ وقلت طلعت صرحت جماهيري، قلت والله انا مش هلعب بسبب ان انا بامن لعيبتي. لو اي لعيب اتوفى، ولا اي لعيب جرى له حاجه، ولا اي لعيب حصل له مشكله كبيره، هيفيد بايه دلوقتي؟ ولا الفرقه هتستفاد بايه؟ ولا اي حاجه. فيعني كان المفروض ان فرقه او اداره النادي الاهلي تامن اللعيبه بشكل اكتر من كده، من ان هي ما تلعبش اساسا في السودان خالص.
وكان المفروض ان الماتش ده يعني يتلعب في ارض تانية بدل من السودان امنيا مش عارفين يظبطوا، والمشجعين دخلوا بالغصب 1000 واحد، وحصل كلام غريب وضرب وشد وجذب والكلام ده كله. كنا في غنى عن كل الكلام ده، يعني كنا في غنى عن كل الكلام ده. فنتمنى يعني ان الدنيا تهدى كده شويه. وطبعا يعني مش الدنيا، يعني احنا قلنا هنتكلم اداريا وكرويا، نرجع للكرويا تاني. طبعا الدنيا مش هاديه، ما صدق طبعا الصحافه الصفراء والاعلاميين اللي بالكم منهم تقطيع بقى في الشناوي. اصل الشناوي محتاج جون تاني، اصل الشناوي مش عارف ايه، اصل الشناوي ايه. الشناوي يا حبيبي شايل لك 3 كور، شايل لك 3 كور مؤكدين، شايل لك بيلن، وشايل لك اللي هي الكرة التانية اللي انا بقول لحضراتكم عليها. يعني شايل لك جونين مش 3، عشان بس ما تزعلوش. يعني كان زماننا بقينا 3-0، كان بقت حلوة لما بقينا 3-0. اني اهلاوي في الدنيا اللي كان هيبقى مبسوط لما كنا بقينا 3-0 يعني؟ ولا حد طبعا. بس الكلام ده ما بيتقالش، الكلام اللي بيتقال بس اصل هو الكرة عدت من فوقه، اصل مش عارف ايه. طب ما اي واحد من حضراتكم كده يروح يقف في الوقت ده كده في السودان في الشمس كده ويشوف ويجرب كده، هيعرف يقف كده وعينه في الشمس ويصدها ولا ما يصدهاش؟ فيعني كلام عبيط. وناس ما انا صراحة ما بسمعش اي حد من الناس دي خالص، ولا عمري فتحت ولا اتفرجت عليهم، لاني صراحة بستنقصهم. ويعني ما يخشوش في ذمتي ببصلة ان هم اعلاميين او بيتكلموا عن كورة او. طبعا برضو يعني غير كده هيطلعوا بقى يتكلموا عن ابتدوا بقى الشغل بتاع موسيماني، ويقولوا كولر بقى، ويطلعوا يقولوا كولر مش عارف ايه وكولر ايه وكولر ايه، الكلام اللي بالكوا فيه ده. بس هو يعني الراجل قافل على نفسه، والراجل ما بيسمعش لأي حد، والراجل فاهم الكلام التعبان اللي بالكم منه ده. طبعا ان شاء الله بكره في ماتش اسوان الساعة 3، طبعا برضو في وقت رخم. الماتش ده برضو عنق زجاجة، يا ريت ان احنا نخلص منه يعني ونكسبه، علشان لسه قدامنا مباراة سان داونز. يعني احنا للأسف الشديد ان يعني الاهلي الايام الجاية في يعني في حسبة بيرما كده بالنسبة لأفريقيا، لان يعني ايه محتاج ان هو على الاقل يكسب في سان داونز وما يخسرش في هناك في سان داونز في جنوب افريقيا. فهيبقى الموضوع تقيل شوية. بس الاهلي كده كده يعني معودنا ان هو بيعدي، ومعودنا ان هو يعني قادر. في جلسة طبعا حصلت بين محمد الشناوي وكولر النهاردة، والراجل ابدى ان هو قال لكولر ان هو فعلا ما شافش الكورة، ووعدوا ان شاء الله ان الدنيا هتتظبط، وان هو هيرجع لمستواه، وان الاهلي هيعدي الكبوات بتاعته. وكل جواد له كبوة كده كده يعني. ما احناش الاهلي مش هيفضل يكسب على طول. الكلام ده قلناه بدل المرة 1000. طبعا الناس التعبانة اللي دماغها تعبانة قالك المباراة التالتة على التوالي لكولر ان هو يخسر. بيربطوا كأس العالم للأندية ببطولة أفريقيا، علشان يقولوا 3 مباراة على التوالي ان هو يخسر، علشان يعني يحسنوا صورة النانوس بتاعهم الزمالك، ويقول لك زيه بقى زي الزمالك. ما هو الزمالك برضو خسران 3 متوشة على التوالي، يبقى انا خسران يبقى التاني خسران. لا يا حبيبي، انت حاجة وانا حاجة. انت خسران في الدوري، خسرك بتاع 3 4 متوشة ورا بعض ومش عارف تكسب، وكسبت ماتش داخلية وفاركو، وكسبت ماتش سموحة احتوى بتاع ابراهيم نور الدين بتاع السكة الحديد اللي مرضاش يحسب البلان بتاع سموحة. والبلان ده لو كان جه كان غير رتم المباراة خالص. فما تجيش تقول لي لا انا كسبان وانا عامل وانا مش عارف ايه. وانت برضو في البطوله الافريقيه عندك نقطه. يعني انت يعني ليلتك يعني مثلا رحت في المريخ السوداني بتلعب على ارض محايده، رحت عرفت تعمل حاجه بلا نيله. وطبعا ده كان شباب بوليسداد على قفاك، اول مره في التاريخ فريق جزائري يكسب فرقه مصريه، ما حصلتش قبل كده. فيعني اقعد ساكت خالص وما تتكلمش. يعني انتوا اخر ناس تتكلموا، وانتوا اخر ناس تقولوا 3 مرات على التوالي و3 مرات على التوازي.
خليكم في نفسكم وفي خيبتكم. احنا عمرنا ما يعني احنا هنا، انا بحاول ان انا ماليش دعوه بيكم، وبتكلمش كتير عن الزمالك، ولا بتكلم عن الاخ بتاعكم المختل عقليا ده. ما بتفرجش عليه اساسا خالص. سواء بقى ناس تقولي بيضحك او ما بيضحكش او لا، انا ما بتفرجش على الاشكال دي، وما يشرفنيش ان انا اتفرج على الاشكال دي. يعني ما اعرفش ان انا افتح كده جوه بيتي وافتح اسمع بنتي واسمع مراتي واسمع اهل بيتي الكلام القذر اللي بيقوله. ما ينفعش ان انا افتحه في البيت. اي حد محترم يعمل كده، يعني اي حد عنده شوية يعني احمر زي ما بيقولوا، او عنده شوية خجل، او عنده شوية حياء، مش هيقعد يسمع بنته ولا يسمع مراته الكلام الزبالة اللي بيقوله الراجل الزبالة ده لحد الساعة 4 و5 الصبح. فيعني انا طول عمري ما بسمعش الكلام ده، ولا عمري التفت للحاجات دي. غير ان انا برضو ما عمري ما سمعت كابتن بدنجان رضا عبد العال ده، اللي فاكر نفسه جوارديولا ده، ولا هو جوارديولا ولا بتاع. شويه بقى الناس التعبانه السكه دي انا ما بسمعهاش خالص. يعني عمري ما حطيت ودني مع اي حد، لان يعني كلامهم مستفز، كلامهم بيحسسك ان هم يعني لو بقوا مدربين هيبقوا عظام. وكابتن جوارديولا عرب ده ما شاء الله مسك طنطا نزلها درجة تانية. فيعني كلهم او كل اللي بيتكلموا يعني تجاربهم سابقاهم وصفر، يعني ما لهمش اي تواجد، وما لهمش اي وجود في الحياة يعني، او في الساحة الكروية. غير ان هم يهززي رؤوس وبياخدوا فلوس، يا اما بيروحوا اون سبورت هات يا ابني السكريبت يقراه، ياخد الملمين والسلام عليكم وعليكم السلام. ده اللي مطلوب منه، ده المطلوب ان هو يعمله يعني. ان شاء الله باذن الله بكره هقابل حضراتكم بعد مباراه. طبعا المباراه الساعه 3، عمال يعني نرجع من الشغل وكده هتبقى الوقت اتاخر شويه. فيعني ممكن زي دلوقتي كنا نتقابل مع حضراتكم في الحلقه بتاعه التعليق على مباراه الاهلي واسوان. وان شاء الله يعني نلتقي في حلقه جديده بكره باذن الله. ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.